ما هي الأخطاء الذي حصلت بفيلم الرسالة الذي جسد حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ وما علاقة الرئيس القذافي وما علاقة المملكة العربية السعودية؟ وكيف نشب الخلاف بين السعودية والقذافي؟ أسرار لم تسمع بها من قبل. السلام عليكم ورحمة الله. بعام 1974 طبعا كنا شاهدنا فيلم الرسالة اللي يجسد حياة النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام والصحابة وآل البيت رضوان الله عليه. كان مدير الإذاعة والتلفزيون بدولة الكويت رجل يدعى محمد السنوسي. هذا الرجل كانت به علاقة قوية تربطه مع المخرج والمنتج السوري مصطفى العقاد. يوم من ذات الأيام تمام وطلعت وياهم فكرة وقرروا أنهم يخرجون فيلم يجسد حياة النبي محمد عليه الصلاة والسلام وكيف أنه انتشر الإسلام. ولكن الغريب بهذا الفيديو يا جماعة وبهاي المعلومات أنه استعانوا بكاتب، وهذا الكاتب ما كان مسلم. راح تقول لي كيف كاتب غير مسلم يكتب حياة النبي محمد عليه الصلاة والسلام وكيف رضوا بهذا الشيء؟ أنا راح أقول لك هذا الكلام اللي تكلمه هو مدير الإذاعة والتلفزيون الكويتية السابق محمد السنوسي. تكلم هذا الرجل بنفسه عن هاي المعلومات، وبالفعل جابهم هذا الكاتب. هذا الكاتب كان بريطاني وكان الرجل مسيحي، وهذا الكاتب كانت عنده عادة ما يكتب صفحة أو صفحتين إلا ويحتسي. فالرجل كان مدمن خمر. راح تقول لي كيف؟ أنا راح أقول لك هاي المعلومات وارجع إلى المعلومات اللي يتكلم عنها مدير الإذاعة والتلفزيون الكويتي السابق. المهم طبعا اشتركوا معاه كتاب عرب علشان انه القصة ما تنتشر ويعني يصير لها سين وجيم وكلام. وبالفعل بعد ما انتهم من كتابة الفيلم فصار ودهم موافقة من هيئة علماء المسلمين بالمملكة العربية السعودية، وراحوا وقدموا هاي الأوراق عن الشيخ ابن باز عليه رحمة الله. طبعا بعد ما الشيخ بن باز اطلع على كتابة هذا الفيلم فقال لهم رفضا قاطع: يا شيخ يا حياة الرسول وكذا. واحنا قال لهم لا، انتم راح تطلعون صور الصحابة، تطلعون صور على البيت، فهذا الشيء ما يجوز. ولكن ما يأسم، حاولوا انهم يعملون خطة، وهاي الخطة هي تعتبر خطة خبيثة. فأخذوا هاي الأوراق وهذا الفيلم وهذا النص وراحوا على لبنان. بلبنان وين راحوا يا جماعة؟ راحوا على هيئة علماء المسلمين ولكن من الطرف الشيعي. فلما أعرضوا هذا الفيلم على رابطة علماء المسلمين من المذهب الشيعي فوافقوا، قالوا والله احنا يعني اذا انتم راح يعني تطلعون سيف الامام علي والبيت وكذا فهذا الشيء كويس واحنا ما عندنا اي مشكله. هو بالفعل اخذوا الموافقه ورجعوا مراحهم علشان تكون حجتهم اقوى، وراحوا للازهر بمصر. والازهر قال لهم طبعا بعد ما اطلع على نص الفيلم واطلع على الاوراق كامله قال لهم ما عندي يعني اي مشكله وما نعطيكم الموافقه، ولكن بشرط تعطونا الفيلم ونشاهده قبل ما ينزل على التلفزيون. طبعا ذاك الوقت كان بي يعني المتاح التلفزيون، ما كانت هي المنصات نهائيا. ولكن المشكله كانت بمكان تصوير هذا الفيلم، فاتجهم الى دولة المغرب. فلما راحوا إلى دولة المغرب طبعا المغرب بعد ما فرجوهم دولة التصاريح وقالوا إنه معانا موافقة من هيئة علماء لبنان وهيئة والأزهر، فالمهم قال لهم تمام أوكي ما عندنا أي مشكلة، فإحنا راح نساعدكم قدر الإمكان وبإمكانكم تصوروا. تاقم
تقريبا ما يقارب أكثر من 300 شخص، بين ممثل وبين مساعد مخرج وبين مخرج. فبعد ما تقريبا مثلوا يعني عدة مشاهد من هذا الفيلم، جاءهم الأمر من ملك المغرب بإيقاف هذا العمل نهائيا. وكان بذاك الوقت الحسن الثاني هو ملك المغرب. يا جماعة الكبار، أعطيتونا موافقة، قالوا له والله الرفض جاي من أكبر سلطة بالدولة، من الملك، فخلاص معاكم 3 أيام شيلون أغراضكم، ضبون أغراضكم، يلا يا حبايبي الله وياكم. فكان من ضمن طاقم التصوير والمنتجين كان برجل، هذا الرجل ليبي. فقال لهم انتم بدكم تمثلون هذا الفيلم ولا لا؟ قالوا له احنا بدنا نمثل هذا الفيلم، ولكن انت شايف ان الوضع وكذا. قال لهم شو رايكم تروحون على الغذافي، عادنا على ليبيا، وبليبيا الرئيس الغذافي راح يعطيكم الموافقة ويكون ممنوع. ليش قال هذا الكلام الرجل؟ هذا الرجل لأنه يعرف كانت بذاك الوقت كان في مشاكل بين المملكة العربية السعودية وبين القذافي. فالقذافي مثل ما يقولون يريدها من الله، انه شغله غير السعوديه هو يروح هذا الرجال يسوي. وبالفعل راحوا وقابلوا القذافي وقالوا له احنا كذا وكذا ويانا موافق. قال لهم تمام، ما عندي اي مشكله وانا راح اساعدكم بالتمويل. وقام بنى لهم هذا المبنى او البيوت اللي شاهدناها بهذا الفيلم. وبالفعل كانت هاي على نفقه الدوله الليبيه، على نفقه معمر القذافي. قال لهم انا راح اساعدكم، ولكن عندي شرط. شو هو الشرط؟ قال لهم بدي 60 نسخة مترجمة إلى 60 لغة بعد ما تنتهون من هذا الفيلم. والشرط الثاني تمثلون فيلم عمر المختار، فيلم عمر المختار اللي شاهدناه جميعا. قالوا تمام اوكي. طبعا دول بعد ما يعني صارت وياهم مشاكل وكذا، فقال لهم يا اخي نمثل، المهم لازم نمثل هذا الفيلم. وبالفعل مثلهم هذا الفيلم ليبيا. وبعد ما انتهى من تمثيل هذا الفيلم ايضا مثل فيلم عمر المختار اللي جسد شخصيته الممثل اعتقد الايطالي انطون كوين على ما اعتقد اسمه. فبالفعل كان فيلم الرسالة وفيلم عمر المختار يعني كان هن ترند بذاك الوقت من حيث التصوير وحيث الأداء. يعني تصوروا انه فيلم الرسالة اللي احنا شاهدناه على عدة مرات، يمكن انا شخصيا يمكن مشاهده اكثر من 100 مرة، طبعا اكثر من 100 مرة اكيد يعني. فهذا الفيلم كانت بيه عليه مشاكل، وكانت تكلفته بذاك الوقت، كلف هذا الفيلم ما يقارب 17 مليون دولار بعام 1974 أو 75. تكلفته كانت 17 إلى 18 مليون دولار كما تقول المصاريف. طبعا على الصرف الحالي تقريبا ما يقارب 55 إلى 60 مليون دولار كلف فيلم الرسالة، واللي كان يعني به مشاكل، وحتى أجج الأوضاع بين المملكة العربية السعودية وبين ليبيا برئاسة القذافي بذاك الوقت. هذا الفيديو نتمنى أنه ينال إعجابكم وحاز على رضاكم، ونتمنى أن المعلومات اللي نقدمها معلومات جديدة يمكن أنكم سمعانين بها من قبل. إذا أعجبكم هذا المحتوى لا تنسون ضغط لايك والاشتراك بالقناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.